ويا مساء الحلويات على أحلى متابعين في الدنيا. من أحلى وأجمل الحلويات المصرية أم علي هنعملها مع بعض النهاردة بقوام كريمي وطعم خطير، وبخطوات سهلة وبسيطة هنعمل مع بعض أكتر حاجة بتخلي الواحد سعيد جدا وهو بياكلها. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. أم علي بتتعمل بأكتر من طريقة وهنعملها مع بعض النهاردة بعجينة الباف بيستري. يلا بينا نجهز وصفتنا. بحتاج عبوة باف بيستري بشتريها من أي سوبر ماركت، صاج كبير أو صينية كبيرة، بديها فرشة سمنة أو زبدة أو أي مادة دهنية ممكن تدهنيها زيت، ووزع عليها قطع الباف بيستري ودخلها فرن سخن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 200. وبطلع صاج الباف بيستري من الفرن واسيبه يبرد خالص، وابدأ أكسره بإيديا في صينية كبيرة بحيث ان الباف بيستري يعدي نص الصينية. وهندلع الصينية باللي موجود عندنا. كان موجود عندي جوز هند، حطيت نص كوباية جوز هند ناعم، وكان موجود عندي زبيب، حطيت برضو نص كوباية زبيب. لو موجود عندك اي مكسرات او سوداني حطي اللي انت عايزاه، اللي ولادك بيحبوه ياكلوا حطي منه، واهم شيء يكون موجود عندك في البيت. كيلو لبن كامل الدسم، يفضل اللبن العادي اللي من عند اللبان مش المعلب. هحطه على النار لحد ما يغلي، هضيف له نص كوباية سكر. السكر هنا حسب الرغبة، لو انتوا بتحبوا ام علي مسكرة قوي معاكوا لحد كوباية سكر. لكيلو اللبن بنبدأ من نص كوباية، كوباية الا ربع او كوباية كاملة حسب ما انتوا بتحبوا سكرها، زيادة ولا مظبوط ولا هتكون ايه يعني معقولة. بنزل عليها بمعلقتين كبار من قشطة وش اللبن، دي بكون شايلاها عندي في علبة في الفريزر. لو مش متوفر عندك القشطة بتاعت وش اللبن ممكن تجيبي علبة قشطة عادي جدا من السوبر ماركت وتحطيها عشان تزود دسامة اللبن. وهضيف كيس فانيليا وابدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا عشان السكر يدوب والقشطة تصيح في سخونية اللبن. وانزل باللبن السخن على صينية الباف بيستري المتحمص وغرقه بقى في اللبن. هي ام علي يعني غرقانه لبن. وفي الفيديو اللي تحت ده على طول هتلاقوني عامله لكم بديل كريم شانتيه من بياض البيض. شفتوا بقى ان الحاجات دي بتنفع ولا لا؟ يعني بدل ما ارمي بياض البيض عملت منه شويه كريم شانتيه ورحت موزعاهم على وش صينيه ام علي. شعارنا في المرحله اللي جايه مفيش حاجه بتترمي، كل حاجه وليها استخدامها. شوية كريم شانتيه ناعم وكريمي، سكره مظبوط بالملي وطعمه ما تفرقهوش عن الكريم شانتيه العادي خالص. وهوزع طبقة خفيفة من الكريم شانتيه على وش صينية ام علي. هشغل الشواية بس، انا مش محتاجة اشغل الفرن نفسه لان كل حاجة مستوية. هشغل الشواية وعينك مع الصينية، اوعي تسيبيها، لو سبتيها هتبص تلاقي في ثانية لا ثانية الوش بيتحرق. فعينك عليها ان شاء الله كل 5 دقايق تطلعيها تتأكدي ان وشها اخد اللون الذهبي الغامق اللي انت بتحبيه. طعمها تحفة، ريحتها جبارة، حلقة حلو جدا، كفيل ان هو يديني طاقة وسعادة ويوزع يرشرش سعادة على كل أفراد البيت. عايزة تقدميها زي ما هي كده بألف هنا وشفا. عندك شوية حاجات لسه فاضلة من رمضان، شوية جوز هند، حبة زبيب، شوية مكسرات أو شوية حتى فول سوداني تحطيهم على وش الصينية، اللي موجود عندك حطيه. وفي الشتاء بنحب ناكل ام علي وهي سخنة عشان تدفلنا جسمنا، وفي الصيف ممكن تحطيها في التلاجة وتاكليها وهي ساقعة بيبقى طعمها خطير. غرقانة في اللبن كريمي، طعمها تحفة. جربيها بالطريقة دي هتعجبك، تعجب ولادك. حاجة حلوة في البيت، سهلة وسريعة، مغذية، وطعمها جميل جدا. جربيها وألف هنا وشفا.